ما تيجي نعمل مع بعض بسطرمه اسكندراني، ولا احلى واسهل من كده، وطبعا بطريقه صحيه. ما تيجي اوريك الطريقه. هنجيب عرق فليتو ونحاول ننشفه بمنديل، وبعدين نجيب فوطه مطبخ ونحط عليها العرق ونغطيه كويس بملح زي ما انا بعمل في الفيديو، ونلفه كويس ونحطه على شبكه ونحط عليه اي وزن تقيل. بص بقى، بالنسبه للتتبيله الموضوع هيبقى صعب ان انا اقوله لك في الفيديو. احسن حاجه اكتب لك المقادير كلها تحت الفيديو. هنحط معلقه كبيره من كل انواع التوابل اللي هقول لك عليها، 3 معالق ملح كبار وواحده بابريكا كامله، والحاجه الاخيره ربع كوبايه حلبه مطحونه مع ربع كوبايه ميه، ونضربهم كويس جدا بالهاند بلندر. واول ما يجهزوا نيجي بقى للخطوه اللي بعديها. يكون معانا كريمي بالمنظر ده كده، وبعد يومين سايبينها كده في الملح هنغسلها وننضفها وننشفها بالمنديل كويس. وبعد ما نشفناها كويس هنعمل فيها خرم ونحط فيه خيط عشان نبقى نعلقها منه، ونغطيها بخليط التوابل كويس ونتاكد انها متغطيه من كل النواحي. هنعلقها في اي مكان جاف لمده 10 ايام. هتكون قلبها كده من جوه مستويه، تاكل احلى بسطرمه ممكن تاكلها في حياتك. تعال نقطعها مع بعض. انت بس محتاج سكينه